مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهارده طبعا أنا راجعة أتكلم عن الفيديو اللي أنا شفته على السوشيال ميديا للست اللي هي المصرية اللي بتشتم في السودانيين والسوريين وجنسية كمان بصراحة، بس أنا مش فاكرة أنهي جنسية، بس مش مهم يعني أيا كانت الجنسية. أنا شايفة إن هي مش بتمثلنا كمصريين، لأن ده أول حاجة تخطي وقلة أدب. بتتكلم بطريقة بصراحة يعني تخليك تستفز، يعني تبقى بتستفزك وهي بتتكلم. لأن أول حاجة إحنا كمصريين بلدنا مفتوحة لكل الجنسيات طول عمرها، من زمان، من قديم الأزل، من أيام ما كانت السعودية ما عندهاش حاجة خالص، ومصر اللي كانت واقفة جنبها. كل البلاد مصر عليها فضل على كل البلاد، وكل البلاد عارفين ده، يعني عارفين ده ومقدرين ده. يعني طول عمرنا فاتحين بلدنا لكل الجنسيات أيا كان. أنا شفت فيديوهات كتير جدا على الإنترنت، إن ناس بتقول إن مصر البلد الوحيدة اللي ما قالتش على الناس اللي هم اللاجئين لاجئين. يعني إن أنت بتبقى طالب لجوء، أو إن أنت تبقى مثلًا هربان من الحرب أو حاجة، إن هُم لاجئين، يعني ما هُم أصحاب البلد. إحنا طول عمرنا عارفين إن لو السوريين جُم عندنا أصحاب البلد، لو الكويتيين جُم عندنا أصحاب البلد، لو السودانيين جُم عندنا أصحاب البلد. وإن هي بتشتم في الشعب السوداني بطريقة مستفزة بجد، بطريقة أنا حسيت إن فيها حقارة شوية، يعني عيب بجد. على فكرة الناس دول من أطيب الشعوب. ممكن تكوني في كل بلاد العالم فيه الحلو وفيه الوحش. لو أنتِ كنتِ قابلتِ العينة الوحشة من السودانيين أوكي، يعني حقِّك علينا، بس عيب اللي أنتِ عملتيه ده، عيب اللي أنتِ طلعتِ قُلتيه وشتمتِ بطريقة مستفزة. أنتِ عارفة إن إحنا يعني مصريين، يعني أنا من لغتِك أنتِ مصرية، فأنا طبعًا مصرية زيِّك. طالعة النهارده علشان أقول للشعب السوداني وللشعب السوري ولأي شعب عربي بييجي عندنا في مصر، أنتم على راسنا من فوق. والست اللي طلعت شتمت في الجنسيات دي لا بتمثلنا ولا بتمثل الشعب المصري. ممكن تكون بتمثل فئة من الشعب المصري، بس إن هم الفئة اللي زيها، لأن الشعب المصري مش كده. وأي جنسية عربية بتيجي عندنا في مصر بتبقى عارفة وبتشوف الكرم، وبتشوف هي بتتقابل إزاي، وبتشوف هي بتتعامل إزاي. أنا طول عمري هنا لمّا باقابل حد وحد يسألني أنا منين، يعني أصلي منين، فأقول لهم من مصر، فيقولوا لي كلمينا عن الضيافة في مصر، فأقول لهم ما فيش أحسن من الضيافة في مصر. يعني أي حد بيروح مصر، أنت خلّيك كده واحد غريب رايح مصر تخبّط على باب، أو ماشي في شارع وأنت غريب، ما معاكش فلوس وما معاكش أكل، كام بيت هيتفتح لك، وكام واحد هيدّيك فلوس، ومش مهم هو معاه أو معهوش. يعني إحنا ده، إحنا الشعب المصري كده، دي عاداتنا وتقاليدنا، حتى معروفين في أي حتة، لمّا بنسافر في أي حتة بنبقى معروفين. ده اللي أنا عايزة أقوله للست اللي طلعت شتمت في الناس. عيب والله، والله عيب. حاجة تكسف وقلة أدب بجد. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، إن إحنا كمصريين أو كعرب أو أي جنسية عايشة هنا في النرويج، أنتِ بتقولي جايين كأنهم بيتكلموا كأنهم بلدهم، واقفين يسوّقوا كأنهم بلدهم، وهنا وهنا. إحنا هنا في النرويج بنتعامل كأننا من البلد بالضبط. لو أنا عييت الصبح أو خسرت شغلي الصبح، الحكومة بتدّيني فلوس علشان أنا محتاجة فلوس. النرويجيين ما بيقفوش في الشارع ويعملوا مظاهرات ويفتحوا الكاميرات ويقولوا هم ليه بيدّوا للناس اللي جايين من برّه وهم مش صحاب البلد، لإن أنا زيهم هنا. الله يكون في عون النرويجيين بقى، أو يكون في عون أي بلد حلوة ليها نظام، عندها ناس كتير مغتربين وبيعاملوهم كأنهم من البلد. لإن العنصرية مش من طبعنا كمصريين. يعني إحنا كمصريين العنصرية مش طبعنا، لكن أنتِ وجه للعنصرية، وجه للكراهية، وجه لقلة الأدب.
وجه لحاجات كتير وحشة لا يمكن تكون بتمثل الشعب المصري. وطبعا النهاردة أنا طالعة عشان أعتذر للشعب السوداني وللشعب السوري ولأي شعب هي شتمت فيه. طبعا انتوا عارفين ان انتوا على راسنا من فوق. أنا شفت ناس سودانيين كتير قوي هنا في النرويج وفي حتت كتير، ناس من أطيب، فعلا من أطيب الشعوب حقيقي، يعني تعاشرهم وانت مرتاح بجد. أنا ذات نفسي شخصيا بحبهم وبحب أتعامل معهم لأن معاملتهم مريحة. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، وأتمنى إن إحنا ما نشوفش فيديوهات زي دي في السوشيال ميديا تاني، لأنها بصراحة مش لاقيه لها اسم. يعني المفروض إن هم يعملوا لها بند من على السوشيال ميديا. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.